ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، الامر ده هو ذات اهميه عند كل مسلم ان شاء الله. يعني كل مسلم يتقي الله عز وجل ويجب ان يكون عنده علم الغسل في بيته، لان كل واحد فينا هو اولى بغسل والده او ابنه او اخيه او زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الامر بذات اهميه عندنا ان احنا نتعلم الكلام ده مش للضحك والمزاح، الامر ده للاخره وليس للمزاح. تمام؟ يبقى الامر ده هو على عاتق كل انسان ان يتعلم هذا الامر لله عز وجل. يبقى كل انسان يحمل هذا الامر على عاتقه، مش للمزاح اللي احنا نقعد نمزح ونمرح. ده اخره. يعني من لم يتذكر الموت فقد مات قلبه. اللي يقعد يمزح في هذه الاشياء مات قلبه. هذا ليس من محل المزاح. وزي ما قلنا ان كل واحد فينا يجب عليه ان هو يتعلم هذا الامر لله عز وجل. فاحنا كلنا طبعا يعني كل واحد فينا بيبقى عنده اسرار في بيته. ممكن انا اخويا انا ما يكونش عمله كويس، فيجب علي ان انا استر هذا الامر. ممكن تاتي بمغسل يكون ليس عنده امان. تمام؟ طبعا احنا ما بننفيش الامانه عن المغسلين. نعلم ان المبلغين ان شاء الله رب العالمين المغسلين هنا يعني يعلموا حق الله عز وجل. تمام؟ ولكن نحن نقول هذا من باب الاولى. من باب الاولى ان كل واحد فينا يكون عنده علم الغسل. تمام؟ فهذا الامر لله عز وجل. طبعا الاخ لما بيرقص الان على هذه الترابيزه مش بيرقصها عشان خاطر نقعد نمزح او نقعد نضحك عليه. لو بيرقصها الان امام الله عز وجل لله عز وجل، فهذا الامر لله عز وجل. تمام؟ فاحنا نستعين بالله عز وجل ونعلم هناك بعض السنن داخل الغسل. تمام؟ احنا نعلم بعض السنن دي وننفذها، ثم من كان عنده ايمان في قلبه فليعمل بهذا الامر على بيته كما قلنا. تمام؟ اول حاجه بنعملها ساعه ما بنخش على الميت طبعا بنستغفر للميت كثير جدا، لان وقت الغسل وقت استجابه الدعاء ووقت وجود ملائكه. الملائكه بتبقى موجوده في وقت الغسل. تمام؟ تؤمن على كل كلمه تقال. من اراد ان يقول سوءا فليقل، ومن اراد ان يقول خيرا فليقل، ولكن يا وقت وجود ملائكه. فيجب على كل انسان اللي هو يتقي الله عز وجل ولا ياخذ الامر بالمزاح، وياخذ الامر ان هذا الامر الملائكه موجوده يبقى انا اكون خير. تمام؟ لان ده للاخره وليست للدنيا كما قلنا. اول حاجه طبعا بنعملها اللي هو تجهيز الميت. تجهيز الميت طبعا اول حاجه بنعملها اللي هي خلع السروال. احنا طبعا هنشوف السروال عشان خاطر يعتبروا صاروا الخلع كانه خلع السروال، لكن طبعا احنا بنخلع السروال. السنيله دي ما بتبقاش موجوده، السنيله الحملات ما بتبقاش موجوده، ونبتدي احنا بقى نجهز الميت تجهيز. طبعا انت بتخش عليه اول حاجه بتعملها في تجهيز الميت هي تلمين العظام. تمام؟ طبعا بتبدا بالتلمين الاول. تمام؟ تلمين العظام اللي هي المفاصل. اول حاجه بتعملها لو الانسان شد في مفاصله، اول حاجه بتعملها اللي انت تلين العظام هكذا. تمام؟ كده، وتيجي عند المفصل ده كده، وعند المفصل ده كده كده. ماشي؟ مفصل القدم هكذا كده اهو كده اهو. ده كله طبعا اسمه ايه؟ استعداد للغسل. كل ده تجهيز الميت للغسل. تمام؟ هنا من الشق الايمن اهو والشق الايسر اهو. تمرين المفصل برضه اهو زي ما عملنا بالظبط في الايد اليمين، بنعملها برضه في الايد الشمال اهي برضه هي اهي. والقدم برضه اليسرى اهي. ماشي؟ جهزنا ولينا العظام. بعد تليين العظام مباشره بتبتدي بعد تليين العظام مباشره اللي هي استخراج ما في البطن، اللي هي الفقرات اللي في البطن. نبتدي ان احنا نستخرج هذه الاشياء. تعالى يا شيخ محمد كده صح. بيبقى طبعا معاك الشيخ اللي بيبقى معاك طبعا بترفع الميت هكذا على نص قاعده كده، وتبتدي تعصر اهي ضغط على من هنا كده على الكلى كده. تمام؟ كده ده منظر منظر التعصير. تمام؟ بتريحه ثاني كده
هسمع عندك كده شيخ طارق؟ بصوا يا جماعه، احنا بدل ما نغلل، لكن هو كان الافضل طبعا اللي احنا نغلل، لكن احنا الامر ايه، لانه انت بتشوف الامر بالظبط يعني. الميه طبعا بتيجي ايه، الاخ الواقف مع الموصل طبعا صب الميه بعد ما بتعصر البطن، يبتدي يصب الميه من هنا كده، تنزل الميه من هنا كده، تمام. في حاجه اسمها ايه، اللي هي زي المناديل كده، بتبقى مربعه كده، اللي هي الخرقه. الخرقه دي انت بتحطها، بتلبسها في ايديك اليسرى عشان ما تستعملش اليمنى في الاستنجاء، وتبتدي انت تستنجي ايه، تنجي الميت من تحت، تمام. بتفعل الامر ده 3 أو 4 أو 5 مرات كما يرى المغسل، ان انت بتقعد برضه نص قاعده، وتبتدي برضه تعصر في بطنه، وتبتدي برضه تريحه ثاني، وتبتدي تمسك الخرقه، وبرضه تنجي الميت من الايه، من مكان الدبر او القبر، وتبتدي على هذا الامر حتى ينضف الميت. وقيت ان الميت خلاص على وشك النظافه، يعني خلاص بتبص انت طبعا بترى الكلام ده في ايه، في الخرقه نفسها. الخرقه نفسها بتجد فيها اللي هي خلاص ما عادش فيه مكان للتبرز ولا الكلام ده، وبقت الخرقه بيضاء، خلاص يبقى احنا كده انتهينا من هذا الامر. والافضل ان يكون معاك شنطه سمر، الشنطه السمر تبقى محطوطه تحت ايديك، تبتدي الخرقه اللي هي بتبقى من الميت دي تبتدي تحط في الايه، في الشنطه السمراء دي. والافضل ان انت تاخد الشنطه دي معاك وانت طالع حتى لا يراها احد، اللي انت ده من باب الايه، من باب الستر على الايه، على الميت، تمام. طبعا احنا عملنا دلوقتي اول حاجه، كل ده لغايه دلوقتي لسه استعداد او تجهيز الميت، لغايه دلوقتي لم ندخل في غسل، حتى الان لم ندخل ايه، في غسل الميت نفسه. عصرنا البطن وعرفنا اللي هو نظف من الداخل. اول حاجه بنعملها